بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل أكلة كده متدلعة زي بتاعت بره بالظبط. هنعمل شاورما سوري، تتبيلة خفيفة وبسيطة، بس بالعيش الشامي أو العيش الأبيض والتومية كده، إن شاء الله هتعجبكم. ويلا بينا على المقادير. معايا فراخ بانيه أو صدور بانيه متقطعة شرايح كده، شاورما، 3 معالق خل، فلفل اسود، بابريكا، ملح، ودي بهارات شاورما من عند العطار، وليمونه. معايا بوله كده هنزل بيها بالفراخ بتاعتنا، والخل والملح، دي معلقه ملح صغيره، وبهارات الشاورما معلقتين كبار من عند العطار، دي يا جماعه سايبه طعمها جميل قوي. فلفل اسود، والليمونه، والبابريكا، معلقه بابريكا كبيره. كل ده هيتقلب كويس لحد ما الخليط ده كله يشرب من بعضه بالشكل دوت. قلبيها كويس كده بالراحه بالشكل دوت، نقلبها كويس. اهم حاجه كلها تتشرب من الخلطه دي كلها بالبهارات وكله. هنسيبها حوالي نص ساعه ونرجع تاني. هنا بقى على البوتاجاز معايا صينيه كده سخنه او طاسه، اي حاجه عندك، ما تكون اهم حاجه ما بتلزقش. انزلي بيها في الزيت حوالي ربع كوبايه زيت، وانزلي بقى بالفراخ بتاعتنا كده واحده واحده، ما نحطهاش كلها في جنب واحد، نوزعها بالراحه. كل ده على النار عاليه يا جماعه. بصوا كده بنوزعها عشان ما تنزلش السوائل، هي هتنزل ميه بس مش كتير. اهو كده بالشكل دوت. وزعيها كلها اهوت. بص انا مقلبتهاش، خليتها كده حوالي 5 دقايق على النار، ابتدت تنزل السوائل اهيت. السوائل دي اللي بتستوي فيها الفراخ. اقلبها بقى. بص بوريكم السوائل. سيبيها برضو، بوريكم مراحل التسوية عشان تبقوا عارفين بالظبط. هنا شربت اهي السوائل اهو، وده الزيت بالايدام بتاعها. دي تقلبتين كده، هي قعدت حوالي تلت ساعة على النار، ما بتغيبش يا جماعة على النار خالص، وطعمها تحفة. طعمها وريحتها تحفة، جربوها، احلى من بتاعة المحلات كمان. اهو معانا العيش الشامي اهوت، او العيش الابيض او العيش البلدي بتاعنا، اي حاجة. دي التومية اللي احنا عملناها معاكم امبارح. بصوا لما تقلت بقى قوامها عامل ازاي، زي قوام المايونيز بالظبط. حط حبة تومية، واخد من الشاورما كده. يحشي بقى الحشو براحتك انتي، وقفلي السندوتش بتاعك كده اهوت، وتضغطي بالشكل دوت. حطي في طبق. هوريكوا واحد تاني برضو. توزعي التومية الكمية اللي تحطيها برضو، وتوزعي الفراخ. وبرضو بتقفلي
على الساندوتش اهو. هنخلص بقى الكمية ونرجع تاني. هنا معايا طاسة او جريل، اي حاجة تكون مش بتلزق. انا جبت الجريل دوت عشان التضليع اللي فيه. تمسكي الرغيف على القفلة كده زي بوريك اهوت، على القفلة تحطيه كده. اهم حاجة حبة الزيت توزعيهم في الجريل، اول ما تسخن تنزلي بالساندوتش على القفلة برضو. قفلي كويس وحطي واضغطي كده ايه بالراحة بالشكل دوت. هنا بقى اهو مسك بس اتحمص، ولا منه ناشف ولا منه طري، طعمه تحفة وجميل. جربوها هتعجبكم قوي. بالراحة كده تسلكوها من بعض اهو. بصوا التطليع، تضغطي كده بالراحة، مش هيتفك منك ولا اي حاجة خالص. اهو كده من الجنب التاني برضو بوريكم اهو. بصوا ونطلع اهي الكمية كلها. بصوا شكله متحمص ولونه تحفة زي اللي انتي جايباه من بره بالظبط، واحلى واطعم، وحاجة ضامنة نظافتها وجودتها في البيت. وهتعملك بكمية كبيرة. كيلو البانيه هيعملك يعني كمية بسم الله ما شاء الله اكتر من 30 رغيف. شوف الرغيف من بره بتشتريه بكام. الشكل دوت اهوت، بوريكوا شكله. هقطعه معاكم. بص متماسك ازاي ومفكش مننا ولا اي حاجة، وجوسي وطرية من جوه وطعمها تحفة. جربوها هتعجبكم قوي. حطي اللايك بقى واشتركي في القناة. ايه رأيكم بقى في الاكل بتاعنا؟ شاورما دي ولا مش شاورما؟ وطومية دي ولا مش طومية؟ جربوها بقى هتعجبكم قوي. وده الشكل النهائي بتاع الاكل بتاعنا. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبتكم الوصفة بتاعتي يا ريت تجربوها. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد في اسرار الطبخ مع ام ربيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.